انت متخيل لو استغنينا عن 2 مليون بس وراحوا جاهدوا في سبيل الله مع اخواتنا، تخيل ايه اللي ممكن يحصل. طب تخيل لو الدول العربية، بس للأسف يعني احنا عارفين ان في مطبعين كتير جدا، احنا عارفين الكلام ده، ولكن تخيل لو الدول العربية اتحدت الآن دلوقت، تخيل ايه اللي ممكن يحصل. تخيل لما الدول العربية جيوشها بالكامل تطلع تتحرك دلوقت، تخيل انت ايه ممكن يحصل. ما تكلمنيش بقى في السياسة، ما تكلمنيش بقى في اتفاقيات وفي مش عارف ايه، هم ما احترموش اي اتفاقيات اصلا. اللي هم بيعملوه حاليا ما يحترمش اي اتفاق، ما يحترمش اتفاقيات ولا انسانية ولا اي حاجة، ولا ادمية ولا اي حاجة. بيبيدوا ما بيحترموش اي حاجة الناس دي، واحنا عارفين الكلام ده. يعني هي مش حاجة غريبة بالنسبة لنا، يعني انت دلوقتي وانت قاعد بتتفرج على الاحداث، انت مش مستغرب حاجة. خلي بالك، خلي بالك، انا متابع، انا مش مستغرب اي حاجة من اللي هم بيعملوه. ما هم دول، ما احنا عارفين ان هم كده، احنا عارفين ان هم كده. اذا كانت اقامة دولتهم اصلا بالنسبة لهم هم كفر، بالنسبة ليهم هم اصلا، بالنسبة لدينهم هم مغضوب عليهم. ده التوراة اللي بتقول كده، هو دينهم اللي بيقول كده، مغضوب عليهم، هم ممنوعين منعا باتا من إقامة دولة. فهم ده والله انا سمعتها من لسه من قريب من حد منهم، بيقول لك إقامة الدولة دي تعني محاربة الله. ده دينهم اللي بيقول كده، انت فاهم. يعني هم اساسا لا في دين ولا في ملة ولا في اي حاجة خالص، هم بيتعاملوا، انت فاهم يعني، مجرمين. مش بقى حرب وبتاع، ومالهمش دعوة هم بأخلاقيات الحرب ولا قواعد الحرب ولا أصول الحرب، مالهمش دعوة بالكلام ده خالص. هم مجرمين حرب بس فقط لا غير. وأنا بصراحة مش فاهم حرية ايه اللي الناس بتنادي بيها دايما في كل دول العالم. ومجرد بس الكلام في القضية الفلسطينية على أي موقع من مواقع جوجل، سواء بقى فيسبوك، يوتيوب، المواقع دي كلها يعتبر جريمة وممنوع. ليه انستجرام برضو، ليه ممنوعين ليه؟ ممنوعين ليه؟ احنا مش طالعين بسلاح وبنتكلم والله. الناس مش طالعة بسلاح الناس بتقول بس رأيها، بس رأيها. بتمنعونا احنا من ان احنا نقول رأينا. طب والناس طيب اللي بتموت دي عادي؟ تمام. لك الله يا غزة بصراحة.